تجنب نجم النصر السعودي السفر إلى إيران. نادي النصر السعودي يواجه استغلال طهران الإيراني، وتنتهي المباراة بتعادل بدون نجمهم الأول وماكينة تهديفهم الأولى كريستيانو رونالدو الأسطورة البرتغالية، الذي غاب عن المباراة لسبب غير مفهوم وسبب غريب، مما أدى للعديد من التفاسير من جماهير ومحبين كريستيانو رونالدو وجماهير ومحبين نادي النصر السعودي. أغلب التفاسير ذهبت بأن حسب العديد من الأخبار العام السابق صدر حكم في إيران ضد كريستيانو رونالدو الأسطورة البرتغالية، نظرا أنه في لقطة ذهب فيها كان بعد المباراة أمام أحد الفرق الإيرانية ذهب لتقبيل فتاة وتقديم الاحترام والمودة للفتاة الإيرانية فاطمة التي رسمت له رسمة هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، فذهب لتقبيلها وترحيب بها وشكرها على هذه الرسمة الجميلة وتقديما للدعم للفتاة الإيرانية الجميلة. ولكن جميع الأخبار الإيرانية أكدت بأنه صدر حكم ب99 جلدة لكريستيانو رونالدو جراء هذا الفعل الغير مقبول حسب القوانين الإيرانية. جميع الأخبار قالت بأن كريستيانو رونالدو غاب عن المشاركة في إيران خوفا من تطبيق هذا الحكم، خوفا من إلقاء القبض عليه وخوفا من تطبيق 99 جلدة. ولكن هل هذا فعلا هو السبب الحقيقي لعدم ذهاب الأسطورة البرتغالية لإيران؟ أكد مدرب نادي النصر السعودي بأن هذا السبب غير حقيقي، وأن السبب الحقيقي هو مشاكل بدنية لكريستيانو رونالدو وخوف المدرب وخوف طاقم الفني للفريق من إصابة اللاعب في هذه المباراة، لذلك فضلوا إراحة اللاعب والحفاظ على اللاعب لأهميته للفريق السعودي. اكتبوا لي في التعليق ما رأيكم، لأن بالمناسبة كريستيانو رونالدو غاب عن ثاني مباراة له بإيران، فما هو فعلا السبب الحقيقي لغياب كريستيانو رونالدو عن المشاركة في إيران؟ هل هذا السبب أم هناك سبب يحاول إخفاءه اللاعب والطاقم الفني؟ اكتبوا لي في التعليق. لا تنسوا أيضا متابعتي زياد بن يوسف.